مشاهدي قناة نسمة في الجزائر وكامل المغرب الكبير، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. اللي يحبوا السينما ولا الفن السابع نقول لهم رانا في الباهية وهران باش نحضروا فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته السادسة. نشوفوهم كاين دي فيلم راهم اون كومبيتيسيون وكاين راهم اور كومبيتيسيون. الافلام اللي راهي في المنافسه كاين 14 كور ميتراج، 13 لون ميتراج و 10 فيلم دوكيومونتير. اما الافلام اللي راهي اور كومبيتيسيون كاين 2 لون ميتراج من بينهم لو فيلم جاست لايك وومن للمخرج رشيد بوشارب داير اللي حنشوفوه في حفل الافتتاح، وكاين بلوس ان دوكيومونتير و 7 كور ميتراج. ولانه المهرجان يصادف الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر واسترجاع السياده، محافظه المهرجان برمجت بانوراما وين حنعرضوا فيها 10 افلام جزائريه عندها علاقه بتاريخ السينما الجزائريه وتاريخ الثوره، من بينها لو فيلم لبطي دالجي بوعمامه ومصطفى بن بولعيد. حنا رانا في قصر المؤتمرات باش نحضروا حفل الافتتاح. اليوم حنشوفوا كما قلت لكم فيلم جاست لايك وومن، كاين عده تكريمات، كاين دي تابلو رونت، دي كونفيرونس، كل هذا راح نحاولوا نلخصوه لكم في 52 دقيقه. ابقوا اوفياء وتابعوني باش نشوفوا اكثر تفاصيل. وهران تحتفل بالفيلم العربي بمشاركة 13 دولة، أفلام بمختلف مدارسها، مواضيعها وبعدها السينمائي، وكلها تتنافس على أحسن الجوائز. بصح حنا راح نشوفوا حفل الافتتاح من بعد نحكيو عليها. للسنة السادسة على التوالي تستضيفكم عاصمة السينما العربية وهران لتعزز باستضافتكم الانتماء للعالم العربي واعتماد مبدأ الإبداع والإبداع فقط كشعار لمهرجان وهران للفيلم العربي، والذي هو في الأول والأخير مهرجانكم ومكانكم الذي فيه تعبرون عن أفكاركم، أحلامكم وطموحاتكم، والذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 22 من هذا الشهر الجاري. ويتزامن أيضا حلول المهرجان ونحن نعيش على وقع الاحتفاليات أقول ب50 استرداد السيادة الوطنية، والتي ستلقي بظلالها على التظاهرة وستعطيها بصمة خاصة وبعدا تاريخيا وإنسانيا. 50 سنة من استقلال الجزائر، وما أدراك ما الجزائر. النازلات
وبعد الكلمة الافتتاحية والترحيبية لكل من السيدة ربيعة موساوي محافظة المهرجان، السيد أحمد بجاوي الرئيس الشرفي للمهرجان، أعلن السيد عبد المالك بوضياف والي ولاية وهران عن افتتاح فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته السادسة. فأهلا وسهلا بكم جميعا. ثم أريد أن أقول لضيوفنا الكرام شرفتمونا بهذا الحضور، أتمنى لكم طيب الإقامة، وباسمكم جميعا أعلن رسميا عن انطلاق أو افتتاح المهرجان السادس للفيلم العربي بوهران، متمنيا التوفيق والنجاح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. L'Algérie fête ses 50 ans d'indépendance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cette occasion? Et moi je sais que vous aimez l'Algérie et Oran en particulier. Alors j'aime l'Algérie, oui. J'aime Oran, je suis évidemment... J'étais très ému l'autre soir, justement à Oran, à l'ouverture du festival d'Oran du film arabe. J'étais très ému lorsque, pourtant c'est pas la première fois que j'entendais ça, lorsque j'ai vu dans cette magnifique salle, je pense que c'est une des plus grandes d'Algérie, où a eu lieu, ou sinon la plus grande d'ailleurs, 3500 places, où a eu lieu l'ouverture du festival, de voir tout ce monde debout, face au drapeau algérien. J'étais très ému parce que je me disais, mais il y a 60 ans, il y a un peu plus de 50 ans, on n'était vraiment pas là. Le peuple souffrait, le peuple était dominé, le peuple n'avait pas cette fierté, cette dignité, cette joie qui s'exprime aussi, qui s'est exprimée à Oran pour l'ouverture de ce festival. Donc ça m'a vraiment touché. Alors le 50e anniversaire permet de faire au peuple algérien de faire le bilan, et l'espoir est dans la jeunesse. ولأنه المهرجان يصادف الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة، تم عرض فيلم قصير يعرض أهم مراحل السينما الجزائرية لفترة تمتد على 55 سنة. خمسون سنة من استقلال الجزائر الحبيبة، 50 سنة من العمل السينمائي، روائع من الفن السابع الجزائري. من قلب الثورة التحريرية هذه ولدت السينما الجزائرية، ولكن قبلها وجدت أعمال سينمائية، ولو أنها كانت في مضمونها تخدم الاستعمار الفرنسي، إلا أنها صور تبقى في الأرشيف العالمي لمدننا وقرانا. أعمال سينمائية على غرار الأفلام الصامتة بالجزائر للإخوة لوميير العام 1897 الميلادي، وأفلام أخرى تم تصويرها في قصبة الجزائر العام 1898 الميلادي. ذات يوم من العام 1957 الميلادي إذن عرفت السينما الجزائرية صورها الأولى لتدور عدسة الكاميرا في وسط المعركة ضد الاستعمار، ولإسماع صوت الكفاح الجزائري والقضية الوطنية في العالم اتفق مناضلون ومخلصون على غرار محمد جنز، علي جناوي، جمال شندرلي، أحمد راشدي وصديق الجزائر غوني فوتيي. خلية أخرج أعضاؤها عدة أفلام وأشرطة وثائقية تم تصويرها في قلب الكفاح المسلح بطلب من قادة الثورة آنذاك. أفلام ناجحة أظهرت القضية الجزائرية للعالم، كفيلم الجزائر تلتهب وساقية سيدي يوسف لغوني فوتيي. وفي 1958 فيلم لاجئون جزائريون ريفوجي ألجيريان لبيير كليمون، بالإضافة إلى أفلام جزائرنا لجمال شندرلي ومحمد الأخضر حمينة، وفيلم ياسمينة، وكذا بنادق الحرية. أفلام أنتجت بجدارة رغم قلة الوسائل السينمائية من أشرطة وكاميرات
وتشديد خناق قوات الاستعمار على الثورة عموما. ومع فجر الاستقلال 5 جويلية العام 1962 الميلادي انطلقت السينما الجزائرية فعليا، حيث أنشئت مؤسسات تعنى بالإنتاج السينمائي، منها المركز الوطني الجزائري للسينما العام 1964 الميلادي، وأولى الأعمال السينمائية في مجال الوثائقي فجر المعذبين لأحمد راشدي، ومؤسسات سينمائية أخرى كالمركز السمعي البصري، ديوان الأحداث الجزائرية، المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري، ومتحف السينما الذي لا يزال مفتوحا إلى يومنا هذا. أول فيلم بعد الاستقلال بعنوان سلم ما أصغره Une si jeune paix لجاك شارلي صديق الثورة، يتحدث عن أبناء الشهداء. وفيلم آخر الليل يخاف من الشمس La nuit a peur du soleil لمصطفى بديع العام 1965 الميلادي. وها هو محمد الأخضر حمينة يهدي لنا تحفة سينمائية ريح الأوراس بمساهمة توفيق فارس العام 1966 الميلادي، فيلم حاز على جوائز بطنجة وموسكو. وأفلام أخرى تناولت الثورة الجزائرية كفيلم الطريق لمحمد سليم رياض العام 1968، والجحيم في سن العاشرة إخراج جماعي. أبواب الصمت فيلم لعمار العسكري، وكذا فيلم الشيخ بوعمامة يجسد روح الانتفاضات الشعبية ضد جيوش فرنسا. جولة نتاعنا بين عرش صحراء من الشعامبة وهر الزوي والمجادبة ودوي منيع، نجحت والحمد لله. وقائع سنين الجمر العام 1975 الميلادي لمحمد الأخضر حمينة، الذي حاز من خلاله على السعفة الذهبية في مهرجان كان الدولي، بالإضافة إلى فيلم العافيون والعصا لأحمد راشدي، وهو اقتباس عن كنوز الأدب الجزائري للكاتب مولود معمري. عمل سينمائي آخر ميز السبعينيات في الجزائر تحيا يا ديدو، ليمضي مرزاق علواش في العام 1976 الميلادي أول فيلم له عمر قتلاتو. وفاروق بولوفة العام 1978 بفيلم نهلة، وفيلم آخر بعنوان التحرير، وكذا فيلم لأحمد العلام لماذا تعمل. وفي بداية الثمانينيات يظهر المبدع السينمائي إبراهيم تساكي بفيلم أطفال الريح العام 1981 الميلادي. كما عرفت السينما الجزائرية أفلاما اجتماعية ودرامية وكوميدية خلال السبعينيات والثمانينيات، كأفلام المغامرات المفتش الطاهر وحسن الحسني، إضافة إلى سقف عائلة، وفيلم عائلة كناس لعمر تريبش، وفيلم اجتماعي آخر عايش ب12، وكذا فيلم خذ معطاك الله، وكذا فيلم الطاكسي المخفي الذي لاقى إعجاب الجمهور لبن عمر بختي. اسمع انت كي في الفيديو نتاعك وما تنساش بلي رانين ها. هناك أفلام أخرى أنتجت وأخرجت من مخرجين جزائريين وأجانب وعرب، كفيلم معركة الجزائر العام 1966، وفيلم الطاحونة لأحمد راشدي الذي تم إنتاجه في تونس بمشاركة ممثلين مصريين على غرار عزة العليلي. هذا معناه إن مشاركين الحركة الاجتماعية في بلادنا ما لها صلة بأي شخص معين. وأفلام وثائقية على غرار ما أخرجه عبد الرزاق هلال من روائع. وأفلام أنتجها التلفزيون والمؤسسة العمومية للإنتاج السمعي البصري خلال الثمانينيات والسبعينيات،
نذكر منها فيلما قصيرا باللغة الأمازيغية تدور أحداثه بمنطقة القبائل للمخرج عاشور كساي، تاجر الثلج أمسجار وذفل. جبل بايا لعز الدين مدور، العام 1997، أو بالأمازيغية أذرار بايا، الرب والمنسية ثوريرثي تواتسون لاكولين بليي، من اقتباس عبد الرحمن بوغرموح عن روائع مولود معمري، العام 1996. وكان قبلها فيلما رائعا ماشاه، قصة شعبية رائعة من إمضاء بالقاسم حجاج باللغة الأمازيغية لإثراء السينما الجزائرية. هذا مريض بين بروحها أو نيفارك ربي حسب مينة وخام ولا ذنك وعيد وانت النوبي. ولا يمكن أن ننسى رائعة للكاتب رشيد ميموني، شرف القبيلة، أخرجه للسينما محمد زموري وتوشي لرشيد بن حاج. وكذا فيلم باب الواد سيتي العام 1993 أخرجه مرزاق علواش. وأفلام ناجحة كفيلم سالي كوزا بمشاركة الممثل جاد المالح سنة 1996 لاقى نجاحا بفرنسا. وفيلم آخر خاص بالجالية المغتربة بالخارج بعنوان 100% أرابيكا لمحمود زموري. ومن جهة أخرى بادر عدة مخرجين وسينمائيين جزائريين في الخارج بإنتاج عدة أفلام ناجحة كفيلم ماد إن لموسى حداد، والعالم الآخر لمرزاق علواش، رشيدة ليمين شويخ حول المرأة، يضاف إلى رصيد أفلام عن المرأة الجزائرية. فيلم آخر مقتبس من كتاب لآسيا جبار حول المرأة الجزائرية عموما. وأفلام أخرى أنتجت خلال العشرية الأخيرة من هذا القرن، على غرار فيلم دوار نساء لمحمد شويخ 2006، وفيلم بركات لجميلة صحراوي. دون نسيان فيلم حراقة لمرزاق علواش، وعائشات لسعيد والدخليفة، وكندي لعمر بهلول، وفيفا الألجيري لنذير مقناش. وساهم أيضا عيسى جابري إلى جانب فريد الحواسة بأفلام لإثراء السينما الجزائرية. ومصطفى جاجام أخرج فيلما رائعا بعنوان المغترب. وفيلم أمازيغي آخر لعلي موزاوي بعنوان ميمزران. كما أبدع المخرج نذير مقناش بعدة أفلام، بالإضافة إلى فيلم مسخرة من إمضاء الياس سالم. للإشارة فقط فإن أفلام التنشيط قليلة جدا باستثناء ما أنتج في مخابر السينما من رسوم متحركة لصالح التلفزيون تم بثها عموما في برامج الأطفال الحديقة الساحرة. أعمال أنتجها وأخرجها المبدع محمد عرام، إضافة إلى أفلام باللغة الأمازيغية مثل فيلم زمزام للأخوين ماسينيسا وإفاز معتوب العام 2007، إضافة إلى فيلم أنتج مؤخرا حصار تلمسان بالتقنيات الحديثة للرسوم المتحركة للمخرجين الأخوين صديق وبشير طيب الشريف. تاريخ السينما الجزائرية إذن يحتفل ب50 سنة بإنتاج أفلام طويلة وقصيرة وفتح مؤسسات سينمائية وقاعات للعرض السينمائي، كل هذا بفضل من وقفوا وقفة رجل واحد من تقنيين ومخرجين ومؤلفين، بالإضافة إلى ممثلين وجمهور لولاه لما وجدت السينما عموما. حسن الزراري، مساء الخير ومرحبا بك في قناة نسمة. مساء الخير ومرحبا بكم ومرحبا بالقناة نسمة اللي نبغيوها كثير 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 كثير. سي حسن، الجزائر تحتفل بالذكرى ال50 لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة، وعلى هامش المهرجان محافظة المهرجان داروا بانوراما للأفلام الجزائرية اللي تخلد الثورة والأعمال اللي عندها علاقة بتاريخ الجزائر وبالأخص السينما الجزائرية. دونك واش تحكينا على الأفلام هذه اللي حتعرض على هامش المهرجان؟ هذه الأفلام يشرفوا الجزائر، يشرفوا كثير الجزائر، ونعتوا
الجمهور نفكروه شويه، والضيوف اللي راهم هنا لي زانفيتي كي فيان وكلش نعطي لهم باللي السينما الجزائريه كانت حاضره. Elle existait vraiment. Elle est née avec la révolution, elle est née في الجبل, elle est née avec des hommes, des grands hommes que je cite comme الخضر حمينة, Ahmed Rajdi, René Vautier, Djamal Chandali, tous ces gens-là qui ont créé, qui ont fait le cinéma algérien. Donc c'est une histoire, c'est une très belle histoire. Une histoire du cinéma qui, dans les années 90, a presque coulé. Il y a beaucoup de... il y a eu beaucoup de je ne sais pas quoi dire, mais voilà, pourquoi Coulette. Il y a eu la fermeture des salles de cinéma, il y a eu beaucoup de choses qui ont esquinté le cinéma algérien. Donc s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de producteurs. Et puis aussi la décennie noire nous a vraiment fait reculer bzaf. Bon, du côté... Donc si on revient maintenant pour le 50e anniversaire, on montre Nato, Aflam, اللي هضرت على الثوره الجزائريه، عندنا 25 فيلم كمان كي بارل، ومام احنا رانا كنا شويه ميسيون في الخارج وين نعتنا الافلام هادو افيك دي غروند اكسبوزيسيون دو ليستوار دو سينما الجيريان سا روندر دون كادر دو 50e انيفرسار. محافظة المهرجان كرمت عدة وجوه فنية وثورية، شخصيات حاضرة وواحدة أخرى غابت علينا. أول تكريم كان للسيدة زهرة ظريف بيطات، مجاهدة الحرية، واللي كتبت شهادات تحت عنوان موت رفاقي بعد أن قعدت فترة في سجن بربروس، واللي تسلم الجائزة سيدة الفن الجزائري السيدة شافية بودراح والسيدة فريدة صابونجي. ثاني تكريم كان للسيد والدكتور بوعلام بالسايح سفير الأدب، اللي منح للسينما الجزائرية سيناريو فيلم بوعمامة، وصاحب كتاب الجزائر الجميلة والثائرة من يوغورتا إلى نوفمبر، واللي تسلم الجائزة عنه كان كل من الممثل حسن بن زراري والممثل سعيد حلمي. تكريم واحد آخر كان من نصيب فنانة الشعب عائشة عجوري أو كلثوم ربي يرحمها، واللي تسلم عنها الجائزة كان كل من السيدة شافية بودراح والممثل القدير مصطفى برور، بالإضافة إلى تكريم زهرة الخشبة الجزائرية السيدة نورية قصدرلي، واللي تسلم عنها الجائزة كان سيد علي بن سالم. والمرحوم سيرات بومدين شعيب الفنان خديم الإبداع، واللي تسلم التكريم كانت حرمه. وتكريم واحد آخر من نصيب الثائر بالصورة المخرج الإيطالي جيليو بوتيكورفو صاحب رائعة لا باتاي دالجي، واللي تسلم عنه الجائزة كانت زوجته. Je suis émue maintenant, oui, parce que c'est mio marito era veramente una persona amica dell'Algeria. Elle dit son mari est véritablement un grand ami de l'Algérie, sincèrement un ami de l'Algérie. Oui, voilà. Je crois qu'il a fait son film avec une grande passion pour la liberté de l'Algérie et de l'homme. En tout cas, je me souviens d'une phrase que disait toujours Gillo. Il disait la première demande de l'être humain avant le pain, c'est la liberté. C'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. تكريم آخر للمخرج الفرنسي غوني فوتي، اللي آمن بالقضية الجزائرية وصاحب فيلم Avoir 20 ans dans les Aurès. بالإضافة إلى تكريم المرحوم رشيد فارس عاشق السينما، واللي تسلمت عنه الجائزة ربي يرحمه كانت الشقيقة ديالو. آخر تكريم كان من نصيب الناقد والباحث السيد محمد بن صالح، واللي تسلم الجائزة بنفسه. الاختيار هو اولا فكرنا الناس اللي راحوا يعني فقدتهم الجزائر واللي عطاو الكثير لهذا السينما واللي كانوا محبوبين لدى الجمهور، ولا ناس اللي ممسيين ما كناش متفكرينهم وتفكرناهم. وراكي سمعتي قبيل الاخ واش قال، والله شيء يعني انا يا مسني كثير بان ما عطى اسم وقال هذا السيد ما كانش اللي تفكروا. هي وش هو التكريمات هذه هي تكريمات لازم نفكروا ناس اللي يكونوا ممسيين او ناس اللي عندهم سمعه او ناس اللي يكونوا محبوبين او ناس اللي يعني منين تشوفيهم في الشاشه تقولي يا هذاك لعب في فيلم هذا وهذا. مهمة المهرجان تكرم اولاد الجزائر اللي
نعم اللي صنعوا داروا حاجه، داروا لعبوا في افلام كثيره. او باغ نعطيك المثال تاع رويشد الله يرحمه، تاع بوبكر الله يرحمه، تاع كلثوم الله يرحمها، تاع كيما رشيد فارس اللي فقدته الجزائر 43 سنه، شي ألم كثير. هذا هو يعني هذا هو الاختيار، ولكن الاختيار صعيب باش تحسبي باللي ساهل هكذا ولا ندوه غير هكذا، لا صعيب والله صعيب. معايا واحد من أعمدة السينما الجزائرية وأعمدة حتى الأعمال التلفزيونية، سي مصطفى برر، مرحبا بك في قناة نسمة. الله يسلمك ويرحم والديك. واش حابين نقول لك، راني فرحان بزاف خاطر هذه المناسبة هذه محسوب تلاقي بالفنانين كامل نتلاقاو. كان لي عندي مثلا 20 سنة ما شفتهمش ولا هكذا، تلاقينا اليوم هكذايا سما صبنا الجو اللي كنا عايشين فيه بكري، خاطر بكري في السبعينات وكذا وبعد الاستقلال والاخر كانوا الفنانين دائما يتلاقاو من المؤمنين. هكذاك من المؤمنين مثلا في لايرتي فوق ولا الاخر دائما نتلاقاو ونكسروا بيناتنا. مي درك ما عندنا حتى نضربوا نتلاقاو، يلزموا مناسبه كيما هذه ولا باش نسيبوا روحنا ونقصروا ونتفكروا. هاي كيف. بعد كل هذه التكريمات تم عرض الأفلام اللي تتنافس على الجوائز في 3 أصناف. أولها كان منافسة الأفلام الوثائقية وعددها 10 أفلام. منافسة الأفلام القصيرة ضمت 14 فيلم. أما منافسة الأفلام الطويلة فضمت 13 فيلم.
بعد عرض الأفلام المتنافسة في المهرجان وفي نهاية الحفل تم عرض فيلم الافتتاح Just Like Woman للمخرج رشيد بوشارب اللي هو تاني كان غايب عن الحفل. أنا متيقن بأن كل هذا الأسبوع رايحين نشوفوا أفلام جميلة، وفي البداية كان هذا الفيلم اللي Just Like a Woman لرشيد بوشارب اللي رايح يفتتح هذا المهرجان. أنا كلفني رشيد بوشارب صديقي اللي هو الآن في أمريكا يصور في فيلم مع فورست ويتاكر أن أقدم لكم أولا هذا الفيلم، ويعتذر جدا على عدم وجوده. كان يتمنى، وهو ثاني عزيز عليه وهران، كان يتمنى لو كان موجود معنا، ولكن كلفني باش نقول لكم بأنه يعتذر ويتمنى لكم رؤية ممتعة بهذا الفيلم بافتتاح هذا المهرجان، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين بكل هذه الأفلام اللي راح تتدول عليكم وتتمتعوا بها. شكرا وإقامة طيبة في وهران. مع السلامة. Give them some time. For a second. How you doing, Sohan? Taxi driver, taxi. You think I like this? Sitting at home watching shit. What am I doing with her? She cannot even give me a child. No. This is your chance to. What's your chance to move on? Do something different. You are really sweet. Putting my parents. روحي قولي لهم، بصح قولي لهم بلي ما تولديش. ما تقدريش تجيبي الولاد، ما يقبلوكش. ما يقبلوكش واحد ما يقبلوكش. I'm calling my parents. Right now. Mona, what's going on here? Ma, please. Enough. Mona. What are you doing here? Are you by yourself? No, I'm... What's the matter? Marilyn, don't call the cops. We need to get out of here. Get your stuff. حاضر معايا الرئيس الشرفي اللي هو الناقد السينمائي والأستاذ ورجل السينما بالجزائر، هو سيد أحمد بجاوي. سيد أحمد بجاوي، مساء الخير ومرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، مرحبا بكم. سيد أحمد بجاوي اسم غني عن التعريف، تما كامل لي زالجيريان كامل نعرفوه. لي مغربان جاسبير. لي مغربان بيان سور، لي زالجيريان اللي في تونس وفي المغرب وفي الدار البيضاء وفي الرباط وفي تطاوين. وفي تطاوين طبعا كلهم. أنا أنتو أنا نعرفهم ولازم يعرفوني تانيك. Bien sûr et comment c'est une évidence. Voilà. Donc Monsieur بجاوي، مهرجان وهران للفيلم العربي، أنت الرئيس الشرفي للمهرجان. كان بغيف واش تقولنا على المهرجان؟ تم اختيارك كرئيس شرفي للمهرجان. تم اختياري بعد ما مريت 5 سنين. أنا عمري ما جيت للمهرجان، كانوا استدعاوني شويه هكا، ولكن هذه المره كانت دعوه مبنيه على شيء رسمي. اذا شرفوني بهذه التسميه تاع الرئيس الشرفي، وجيت باش نشارك، لان اينما يكون مثلا كنت في كرتاج، ساهمت في اجتماع للصندوق الافريقي للدعم السينمائي. اينما طلبوا مني في المغرب العربي خاصة، يعني ما رحتش القاهرة لأن كنت مشغول مع الفيلم الملتزم، ولكن على مستوى المغرب العربي أينما يطلبوا الإعانة نتاعي نكون موجود، أبدا ما نرفض. فساهمت في هذا المهرجان بإعطاء بعض النصائح. نصحتهم شوية، قلت لهم كاين ناس اللي مستحقين باش يكونوا في الجوري، ولا يكونوا ضيوف، مثلا صحفيين في مصر، صحفيين في الأردن، صحفيين ناس من سوريا الى اخره، من تونس. عملت لهم اتصال مع محمود بن محمود، مع الاخوه المغاربه، فساهمت في اختيار بعض الافلام، في بعض الاتصالات. مثلا الفيلم اللي رشيد بوشارب Just Like a Woman اللي فتح اللي دار الافتتاح، اللي بعث لي انا النسخه وكلفني انا باش نمثلوا لي انه هو في الاريزونا يصور. كل هذه الاشياء يعني الشيء اللي قادر عليه وفرته. وبعدين في حفل الافتتاح ساهمت اكثر ما كنت منتظر، كان منتظر مني، ولكن معليش انا
عطيت الشيء اللي كان من عندي، كنت فرحان كثير بالشيء اللي بالتكريم تاع الناس. مثلا روني فوتيي، جيلو بونتيكورفو كانت زوجته وانا كنت صديق لجاني روني فوتيي اللي بدا النضال نتاعو السينمائي في تونس مع الى جانب الجبهه، كان صديقي ومنذ الاستقلال وانا معاه، اذا ما زال الاتصال معاه. كل هاد الناس هادو كرمناهم، الناس اللي رحلوا من هذه الحياه ولكن بقوا في قلوبنا واعمالهم بقات. كانت مدام بونتيكورفو امامي، كنت تكلفت بها وولدوا، ولكن هي كنت عرفتها ما عرفتوش ولدوا ذاك الوقت. وكانت يعني كانت جو تاع مبني على شويه الاشعار وحساسيات الى اخره. ف انا على كل الجانب هذا تاع الذكرى والذكريات، الذاكره المعلقه بالفيلم الجزائري والسينما الجزائريه، هذا الجانب هذا تكلفت به وعجبني، لان احنا في الخمسينيه ممكن نطوي هذا الملف، ما رايحينش ننساه، رايحين نطوي هذا الصفحه فقط في هذه الكتيب تاع التاريخ، لان التاريخ طويل. هذا كتيب فقط، ما نعطيوش. il faut pas qu'on soit obsédé par l'histoire, il faut qu'on prenne un peu de légèreté, de hauteur, avec sérieux. La légèreté avec sérieux, c'est ma devise. Donc بعد الخمسينية لازم نذكروا، تبقى الذاكرة تكون خصبة تتغذى من أعمال فنية رائعة. احنا محتاجين إلى المستوى. C'est pas la peine de faire de grands discours si on sait mal les faire. الشيء اللي مطلوب من كل الفنانين هم انهم يكونوا فنانين ويقصونا قصص اللي تهمنا واللي تمسنا، واللي يقول لك تقيسني في الجزائر، تقيسني صافي دير وي نو تقيسني تما باسكو السينما ça me touche bien sûr. Mais je me souviens de Pierrot le Fou, on interviewait Godard plutôt c'était Belmondo qui interviewait Samuel Fuller من أكبر المخرجين في المتوسطين في هوليوود، ولكن كانوا العدد تاعهم كان كبير. قال له d'après vous c'est quoi le cinéma؟ وهو il était déjà assez âgé Samuel Fuller ويحكي بالإنجليزي. قال له motion and emotion. Le cinéma se résume au mouvement et à l'émotion. Hier on a vu un film de Bouchareb où il y avait de l'émotion parce que c'était l'histoire de deux femmes qui voulaient être en rupture avec le monde et qui traversent l'Amérique, qui sont en mouvement tout le temps. C'est le secret du cinéma. Vous racontez une petite histoire comme ça, mais il faut bien le raconter. Maintenant, si vous voulez faire un discours politique, simplement, faites un pamphlet, écrivez un éditorial dans ce journal, وهنيونا. على هامش مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته السادسة، تلاقينا مع الفنان اللي حبيناه بزاف هو حسن كشاش. مساء الخير ومرحبا بك معنا. مساء الخير، شكرا فيروز. حسن، مش أول مرة تحضر مهرجان وهران للفيلم العربي. في سنة 2012 شنو هي انطباعاتك على الدورة هذه؟ صحيح، هذه ممكن المشاركة الخامسة تاعي. كانت الأولى في بداية المهرجان وكان عندي عدة مشاركات، وكان لي الحظ أني توجت يعني في مهرجان وهران بجائزة أحسن ممثل مع فيلم بن بولعيد في 2009. من بعد كان عندنا فيلم إنجاز جزائري تونسي مشترك اللي هو النخيل الجريح في 2010. 2011 كان عندي شغلات ما حضرت. هذه 2012 يعني مهرجان وهران ممكن أنا بالنسبة لي عنده حميمية خاصة، عنده في علاقة هكذاك ما بيني وبين المهرجان، ما بيني وبين وهران أيضا، هذه المدينة الجميلة اللي ممكن مانيش راح نقول أي إضافة لأنه الكثيرين يعرفوها حتى من خارج الجزائر، يعني سواء أشقائنا في تونس ولا المغرب ولا أشقائنا العرب اللي حاضرين. خصوصية مهرجان وهران من البداية كان مهرجان أنا نقدر نسميه قريب من الجمهور، قريب من محبي السينما والفن السابع، قريب من الفنان، ملتصق بالجمهور. قاعات العرض هي في وسط البلد، هي سينماتيك، هي السعادة المغرب، في المسرح الجهوي لوهران أيضا هناك بعض النشاطات. إذا هو في قلب مدينة وهران، هذا يعطي له خصوصية. يعني أحيانا ممكن نشبه بكري كما مهرجان قرطاج ما بين في وسط البلد. هناك مهرجانات أخرى يعني ممكن واحد يتكلم عن مهرجانات عندها صور
برستيج كبير يعني نقدر، لكن احيانا تحسيها موجوده في ستاندر معين اللي هو كبير جميله، ماهيش قال لا، ولكن تبقى احنا نعمل سينما، والسينما هي احاسيس، هي ايموسيون. لو سينما سي ايموسيون، الفيلم ان فيلم سي دو ليموسيون. احنا نعيش في حميميه اللقاء. المهرجان هو تعارف، لقاء، تعارف، اكتشاف، تكتشفي نفسك بالضبط، تكتشفي نفسك وتكتشفي السينمائيين الاخرين. هي مناسبه ايضا يعني نشوفوا الى اين وصلت اخر الانتاجات السينمائيه، سواء على المستوى الوطني او على المستوى المغاربي والعربي. لان طبعا خصوصيه فيلم وهران، مهرجان وهران، هو انه مهرجان متخصص في الفيلم العربي، وهو المهرجان الوحيد بهذا المجال. طبعا تاع هذا العام انا بالنسبه لي كنت مولف نحضر حفل الافتتاح مثلا في ممكن في اماكن اخرى. خصوصيته المره هذه كنا في مركز المؤتمرات، حقيقه قاعه جميله جدا، واحده ضخمه جدا، اعطت شعور مش عارف، اعطت له دفع هكا، اعطت له رفدت شويه، هزت المهرجان. المهرجان العام هذا عرف غياب عدد من الأفلام الجزائرية سواء في المنافسة ولا خارج المنافسة، والشيء هذا أدى لاستياء بعض الفنانين والصحفيين. دركا بارابور au festival, à la 6e édition du festival, je suis un peu déçu. J'aurais aimé que 50e anniversaire qu'il y ait plus de films algériens quand même. Qu'il y ait plus de films algériens qui représentent l'Algérie, et il y a des films algériens, أفلام واحدة أخرى غابت على المهرجان كما فيلم حراقة بلوز لموسى حداد ولا فيلم لو روبونتي لمرزق علواش، وحتى بعض الأفلام العربية. أسباب الغياب ولا حتى مقاييس اختيار الأفلام كانت تدور حولها أسئلة الصحفيين اللي حضروا الندوة الصحفية اللي اندارت قبل الحفل بالمسرح الجهوي لوهران. La non-présence du film Zabana et celui de Malzar Alouache Raconta. Pourquoi ils ne sont pas présents dans le repenti, pardon, le repenti. Et pourquoi ils ne sont pas présents ni dans le panorama ni dans le concours. Merci. الفيلم كان مبرمج أو ربما مبرمج في المهرجان اسمه مريم، في البطولة لنجم السوري عابد فهد، لكن سمعت أنه سحب. هل له دعوة مع ما يجري في سوريا أم لا؟ لأنني سمعت بأنه سحب من المهرجان. وأود أن أقول بأن السينما والسياسة مشتركان، يعني مستحيل أن نفصل السينما عن السياسة. Merci pour cette question. D'abord, cette année, pour votre information, il y a un comité de présélection. Donc, Repenti, on a parlé aussi le film Repenti lors de la sélection. Deuxièmement, pour Zabana, il est sorti en salle. Deuxièmement, Light Media fait partie du groupe du comité de sélection. Voilà les raisons pour lesquelles Zabana n'est pas retenu, ainsi le Repenti. J'espère que j'ai répondu à votre question. فيما يخص السؤال الثاني على الأفلام السورية، احنا مبدئيا ما تدخلناش في كل ما هو سياسي. Je vous réponds à la dernière question à propos du film Moussa Haddad. C'est vrai qu'il a été projeté à Abu Dhabi, mais il ne fait pas partie du 117 films reçus ici. Deuxièmement, je passe au contrat de notre ami M. Faisal Moutaoui. Ils ont promis de faire une avant-première avant le Festival d'Oran, chose qui n'a pas été faite. Donc on n'a pas reçu de film. J'espère que je vous ai répondu à la question.
Pour compléter, il y a beaucoup de films qui malheureusement n'ont pas été retenus parce qu'ils sont venus, ils sont proposés après les délais, parce qu'on avait des délais à respecter. Il y a de bons films dont on parle aujourd'hui, mais qui malheureusement, on n'a pas pu les intégrer, parce qu'il fallait d'abord les recevoir, ensuite les dupliquer, et en troisième lieu les donner à la commission, et la commission de présélection. C'est 117 films, il fallait qu'elle voie tous ces films pour n'en retenir qu'une trentaine à peu près. كما السيدة المحامي قالت أنه فيلم الشوق المصري حدد أنه تطبيقا للنظام الداخلي أنه تم اختيار أفلام وكذا اللي عندها أقل من عامين، في حين أنه الفيلم الشوق المصري يتجاوز عمره أكثر من عامين. يعني وحتى الفيلم طورا بورا الكويتي يتجاوز عمره أكثر من عامين. قبل كل شيء عندنا قانون داخلي، هذاك القانون الداخلي نعطوه لكل الناس، هما يشوفوه ولازم يحترموه، عندنا احترام بهذاك القانون الداخلي، ولهذا احنا الباب مفتوح لكل الإخوان لكل حال، بصح دائما في إطار هذاك القانون. لو نحكي باغ اكزومبل على لو فيلم لو روبونتي، حنا اون ساتوندي كامل يكون في لا سيليكسيون. D'ailleurs, on était surpris que le repenti n'est pas la sélection dans les longs métrages et on est le représentant dans le film. D'ailleurs, vous avez même incarné même un rôle. Donc, comment vous justifiez la non-participation du film Le Repenti de Merzaq Alouache في مهرجان وهران الفيلم العربي? Justement, c'est une question que j'ai posée lors de la conférence de presse. Pourquoi Merzaq Alouache n'est pas là? C'est un grand cinéaste, c'est un grand monsieur, c'est un monsieur qui travaille, c'est un monsieur qui crée, c'est un monsieur qui ne se tait pas. Mais يسكتش يهدر يحب بلاده. Il a fait de très très beaux films. Il a fait aussi des films qui sont passés à côté, comme tous les grands réalisateurs du monde. Donc on ne peut pas le blâmer pour ça. علاش Le Repenti n'est pas là? J'ai posé la question, قال لك ما بعثوناش la copie. Est-ce que vous avez demandé la copie? Tous les festivals qui passent ont sélectionné Le Repenti. Personnellement, j'étais à Bastia, je l'ai présenté. Beaucoup de comédiens, dernièrement, ils ont appelé pour qu'on présente le film dans un festival hindou. Il y a beaucoup de festivals. Il a été primé Doha comme meilleur film arabe, quand même, meilleur film arabe. Alors ça fait mal au cœur. Il y a de quoi, je ne sais pas, se demander. J'ai posé la question, on ne m'a pas répondu. Donc je me pose la question aussi, est-ce que ceux qui font la sélection, est-ce qu'ils demandent au réalisateur de donner son film, ou là ils attendent que le réalisateur les appelle pour leur dire s'il vous plaît, passez mon film? Non, ça ne se passe pas comme ça. On commence d'abord, déjà la production elle est faible. Le peu qu'on a, en commission, comme tout le monde. Maintenant, si le film n'est pas bien ou là le film n'a pas le niveau requis pour le small, c'est autre chose. Mais n'empêche qu'on appelle quand même tout le monde. Ça me fait mal au cœur que Harrak Gablouz aussi ne soit pas là, qu'il soit à Abu Dhabi. Je vous assure que j'ai joué dans Harrak Gablouz. Il est passé à Abu Dhabi, je n'ai pas encore vu le film, mais ça me fait mal au cœur. Je ne sais même pas comment j'ai interprété mon rôle dans le film et ça me fait mal au cœur de ne pas voir ces films ici à le festival. Peut-être qu'on tirera des leçons pour la 7e édition, que ce soit l'organisation. Moi je pense que les gens qui organisent le festival, sans pour autant critiquer quoi que ce soit, moi je pense que ces gens s'enferment entre eux-mêmes. Ne s'ouvre pas à Alger, ne s'ouvre pas à Constantine, ne s'ouvre pas à tout ce monde-là. Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'aider, de donner des idées. Et voilà, c'est vrai qu'on est au début, mais n'empêche que nous sommes à la 6e édition. Ça suffit maintenant, je crois qu'à la 7e, il faut qu'on soit solide quand même, surtout devant les étrangers. سيد بجاوي لو كان نحكيو على طبعا هذه في المهرجان وهران للفيلم العربي طاستا طاستا دونك بالك هاد لا كيسيون نسقسيوها المنظمين المهرجان وحنا سالناهم، لكن نحب رايك انت كناقد سينمائي كرجل سينما.
14 فيلم قصير كور ميتراج 13 لون ميتراج et 10 فيلم دوكيومونتير بلوس لي فيلم اور كومبيتيسيون. مي نحكي اللي راهم اون كومبيتيسيون كاين بزاف صحفيين ولا حتى النقاد يقولوا بلي العدد قليل بارابور الاعداد تاع الافلام اللي تقدمت للمنافسه. دونك بور ان فيستيفال باغي اسكو لو نومبر هذا اي سوفيزون؟ والله انا حسب رايي والله اي جو سوي فريمون سانسير نظن بان المنظمين والسيدات اللي كانت في اشراف هذا المهرجان بدلت مجهودات كبيره. Il y a beaucoup d'efforts, énormément de travail et ça se voit. Bon. Maintenant ما يخص اختيار الافلام ومستوى الافلام شفنا بان كل المهرجانات اللي عندها شويه طابع عربي والمشكله مع المهرجان وهران الشيء اللي يميزه عن المهرجانات الاخرى هو كل المهرجانات الاخرى عربيه ومنفتحه عند الانتاج العالمي. دونك فو بوي روبلاتري مي لا يا كل فيلم هان. دونك نو سوم حنا نعبروا العالم العربي يعبر مده فتره زمنيه وسياسيه واجتماعيه وفكريه ودينيه والى اخره. يعني غير المشاكل مشاكل. دونك النتيجه هي الانخفاض في العدد تاع الانتاج والمستوى تاع الانتاج. الناس متخبطه ils voient pas où ils vont. Ils font des petits films. Même nous on a passé un petit film, des petits films de reportage. Ce n'est pas de l'art, c'est de la التقاط الصور فقط. Donc il y a un problème. المجال تاع الاختيار محدود. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a tel et tel film, mais qui se comptent sur le doigt de la main qu'on aurait pu ajouter. C'est-à-dire au lieu de 13, on aurait pu avoir 18. C'est vrai. Ouais. Je regrette par exemple. Je regrette personnellement l'absence du film de Merzaq Aloueche, Le Repenti. Pour moi, c'est le plus beau film algérien depuis. Le meilleur film arabe. Récemment. En tout cas, c'est le meilleur film algérien de ces 3 dernières années. Moi, je suis un observateur du cinéma maghrébin. J'ai un jugement. Je ne m'نميش بين أصدقائي ولا أنا الجودة هي الجودة. وبعدين يكون صاحبي ولا يكون عدوي ولكن ça vient après. Donc le film de Aloueche, Le Repenti, est un film extrêmement élaboré, bien fait, que j'ai dû voir à Cannes parce que ما عطاونيش الفرصه باش نشوفه في الجزائر ونتاسف بان هذا الفيلم ما يشوفوهش الجزائريين. سي ان فيلم بروبر بيان في دان بروفيسيونيل. مرزاق est un vrai cinéaste qui fait film après film, qui produit, qui a une filmographie et ça force le respect. Quand يعني c'est mécanique, c'est رقميه هذه ماشي c'est même pas besoin de penser ou de voilà. Donc je regrette son absence. C'est le film qui aurait dû être là. Pour le reste, c'est un choix du comité de sélection. On aime, on n'aime pas. كان هذا الجزء الأول من مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته السادسة، والسمانة الجاية راح نتعرفوا على الأفلام اللي تعرضت، بيان سور والأفلام اللي تحصلت على الجوائز.